كنت عايش في الامارات، شغل، وظيفه، مرتب ثابت اخر الشهر، حياه مستقره. بس قررت اسيب كل ده وابدا من الصفر في انجلترا. انا احمد سليم، وهبدا معاكم سلسله فيديوهات من الصفر في انجلترا. يلا بينا. في السلسله دي انا هتكلم معاكم بصراحه، مش هيبقى فيها شغل بهرجه السوشيال ميديا ولا نفاق ولا تزييف. هتبقى حقيقيه، مشاركه معاكم لرحلتي كامله في انجلترا من الصفر، من اول ما جيت لحد ما ان شاء الله نوصل ونحقق اللي احنا بنتمناه. حاليا انا في انجلترا بقالي 20 يوم. طبعا في اسئله كتير هتيجي في بالكم، هجاوبكم عليها كلها، وفي الفيديو ده هجاوبكم على اسئله كتير منكم هيحب يسالها. زي مثلا، خلينا نبدا باول سؤال: ازاي جيت انجلترا؟ ازاي جيت انجلترا؟ انا يا شباب متزوج، مراتي انجليزيه من 5 سنين، وجيت انجلترا عن طريق فيزا زوج. الموضوع مكلف وقعد فتره معايا لحد ما قدرت احوش المبلغ اللي انا اجي بيه، بس مش هتكلم في التفاصيل دي دلوقتي. هبقى اعمل لكم فيديو تاني لو حابين احكي لكم في التفاصيل كامله، والمبلغ ده كان قد ايه بالظبط، وخد مني وقت قد ايه، وايه الاجراءات كمان. فده اجابتي لاول سؤال ممكن يجي في بالكم. تاني سؤال ممكن يجي في بالكم: انا ليه سبت الامارات وجيت انجلترا؟ السبب كان شخصي بحت، يعني لاسباب شخصيه، مش لاي سلبيه واجهتها في الامارات. بالعكس، الامارات من اكتر البلاد اللي ضافت لي فعلا. فترتي اللي انا قعدتها في الامارات، انا قعدت في الامارات 3 سنين، من احسن الفترات اللي عشتها، وضافت لي كتير جدا وطورتني شخصيا، يعني في شخصيتي وحاجات كتيره جدا، خبرات في الحياه يعني. وغالبا اصلا لولا الفتره اللي انا عشتها في الامارات دي، لولا الامارات ما كنتش قدرت اجي انجلترا، وهحكي لكم ليه بعدين يعني. بس السبب ان انا جيت انجلترا هو ان انا ابقى مع عيلتي، مع مراتي وابني، واستقرار عيله يعني. لان في فتره الامارات مراتي كانت صعب انها تيجي تقعد معايا فترات طويله لاسباب كتيره تانية، فكان افضل حل ان انا اجي انجلترا عشان تبقى العيله كلها مع بعض. فده كان السبب ان انا سبت بسببه الامارات وجيت انجلترا. كده انا جاوبت لكم على اكتر سؤالين ممكن يجوا في بالكم حاليا. طبعا في اسئله كتيره جدا انتوا عايزين تسالوها، ممكن ما تجيش على بالي دلوقتي. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اي حاجه، اي سؤال عايزين تسالوا عليه، او ايه الحاجه اللي انتوا عايزين اتكلم عليها، وهتكلم عليها طبعا في الفيديوهات الجايه. زي ما قلت لكم، دي هتبقى سلسله كامله من الصفر في انجلترا، هشارك فيها معاكم الوحش قبل الحلو، كل حاجه بصراحه، مفيش اي بهرجه سوشيال ميديا ولا الكلام ده. هشارك معاكم كل حاجه. انا حاليا بقالي 20 يوم زي ما قلت لكم، فخليني انا بقى اكلمكم في الوقت ده ودردش معاكم عن ايه التوقعات اللي انا كنت متوقعها قبل ما اجي، وايه الواقع اللي شفته في ال20 يوم دول، ومقارنه كده بسيطه ما بين اللي انا كنت حاسه وعايشه وانا كنت في الامارات، واول ما جيت هنا ايه اللي واجهني وايه اول حاجات كانت صعبه معايا هنا يعني والانطباع الاولي عن انجلترا. ودردش برضو معاكم شويه كده عن انجلترا. زي ما انتم شايفين الاجواء هو ساقعه جدا، يعني كان من يومين كان في تلج. ابقى اصور لكم كل حاجه من الحاجات دي. بس حاليا يعني الجو حلو والشمس طالعه، ودي نادره، نادره جدا هنا يعني. فالحمد لله انا محظوظ، ومحظوظ بيكم. فخلينا بقى ايه نكمل التوقعات. الاول انا طبعا ما كنتش عندي، يعني انا عايش في حياتي باقل توقعات، ما بقاش متوقع حاجه بصراحه. دي حاجه عن شخصيتي انا. I live with no expectations, zero expectations. So when I get less, I don't get disappointed. ان انا عايش بدون توقعات، ما عنديش اي توقعات. فلما ما الاقيش حاجه، اوريدي انا ما كنتش متوقع اصلا حاجه، فما بحسش بالاحباط. وده مبدئي في الحياه بصراحه، ان انا اعيش بدون اي توقعات. بس على العموم في حاجات طبعا بدائيه كنت متوقعها في انجلترا هنا وشفتها. اول حاجه ان انا كنت متوقع تماما ان الحياه هنا في انجلترا فيها وحده، فيها الجو زي ما انتم شايفين كده برد جدا، فدي برضو كنت متوقعها. التعامل مع الناس مش لافلي فريندلي كده زي اللي عندنا في الوطن العربي، اللي هو الحياه بارده. دي الحاجات دي كلها كنت يعني حاجات بدائيه المفروض اي حد يتوقعها يعني. الحياه هنا ما فيهاش
الروح اللي عندنا في المجتمع العربي اللي هي العشره، الكلام مع الناس، تنزل هنا تقعد على قهوه، تروح كذا، تلاقي ناس حواليك، مفيش الكلام ده هنا. فدي حاجات انا كنت متوقعها، ما كنتش يعني، انا بحب ابقى رياليستيك. I love to be realistic. ده برضو الناس القريبه مني هيكونوا عارفين الموضوع ده عني، ان انا بحب ابقى واقعي. فما كنتش متوقع مثلا ان انجلترا بقى هتبقى حياه سهله، واول ما اجي هيشيلوني من على الارض شيل وفلوس فوق هنا في الشجر. مفيش الكلام ده طبعا، هزار طبعا. بس تاني حاجه، مقارنه كده بسيطه ما بين الامارات وما بين انجلترا. مبدئيا هو العكس في كل حاجه يعتبر. يعني هنا الجو برد جدا، في الامارات الجو حر جدا. يعني دي من الصعوبه اللي تلاقيها هنا في انجلترا، الجو برد بجد. في الامارات الجو حر جدا، فهو العكس تماما في موضوع الجو. تاني حاجه، الامارات متقدمه جدا. يعني ما شاء الله الامارات كل حاجه بتخلص في وانت من على التليفون اونلاين، وبتخلص في لو مش في ساعات او في دقائق، بتخلص ماكسيموم في ايام. تخلص معامله حكوميه اي حاجه بسرعه. هنا لا، الموضوع روتيني شويه وبياخد وقت، مش مميكن او الكتروني بسرعه زي الامارات. لا، هنا الموضوع بياخد وقت. ايه تاني برضو ممكن يبقى مختلف عن الامارات؟ الامارات الناس هناك معظمها جايين من بلادهم يشتغلوا في الامارات، فمعظمهم غرابه، معظمهم مش من ولاد البلد. فبتلاقي كله مشغول في شغله، يروح الشغل ويرجع، هي دي عيشته، هي دي بس حياته. فبتلاقي كله مشغول في الدوامه بتاعته بزياده. هنا لا، هنا الحياه الناس طبيعيه اكتر، ناس واخدين الحياه ببساطه اكتر. يعني مش زي ما كنت متوقع. انا كنت حاسس ان هنا هتبقى الناس كلها مشغوله في شغلها جامد والكلام ده. لا لا لا، بالعكس، ده الامارات اكتر. وطبعا قلت لكم السبب، لان معظم اللي هناك غرابه، معظم اللي في الامارات غرابه. هنا لا، في ناس عايشه حياتها سيمبل، بسيطه جدا جدا جدا، اللي هو عادي جدا، حياه بسيطه، مش ما فيهاش بهرجه، ما فيهاش زحمه. فده لاحظته هنا. ايه تاني؟ موضوع السواق، انا لسه ما جبتش عربيه، بس ان شاء الله هجيب قريب. الدركسيون هنا يا شباب على اليمين مش على الشمال زي بلادنا، فالموضوع ده كان صعب جدا. حتى هنا بص، الطرق بقى كلها هتلاقوا الناس بتمشي الحاره عكس الحاره بتاعتنا. يعني علشان هنا الدركسيون على اليمين، فاحنا متعودين عندنا الحاره بتاعتنا اللي هي الرايح بتبقى على اليمين، واللي جاي على الشمال. طبعا اللي بيسوق هيكونوا عارفين اللي انا بقوله ده. هنا العكس، يعني بصوا كده، ده بصوا جاي كده وده رايح، يعني عكس اللي عندنا بالظبط في بلادنا. هي الموضوع العكس، احنا المفروض اللي عندنا في بلادنا مكان التسلا دي مثلا يبقى ده اللي رايح كده، ومكان العربيات اللي هي جايه اللي هي الناحيه الثانيه تبقى العكس. فدي حاجه برضو اللي بيسوقوا يكونوا عارفينها. طبعا الموضوع هياخد لي وقت شويه لحد ما اتعود على هنا على السواقه هنا، بس ان شاء الله خير يعني. انا قدمت على الرخصه صحيح يا شباب، ولسه ان شاء الله هتجيلي. يعني انا مقدم عليها بقالي اسبوعين اهو، ولسه ما جاتش، مع اني خلصت كل حاجه بتاعتها. فدي برضو من الحاجات اللي بقول لكم ان الامارات اسرع في تخليص المعاملات جدا عن انجلترا بصراحه. اختلافات تانية عن الامارات وانجلترا، حاجه حلوه لانجلترا الصراحه ومش قويه قوي في الامارات. الامارات انت لو انت شغال مثلا عامل اللي هو ليبرر، اللي هو عامل مخزن مثلا او اي حاجه كده، لو مش شغال شغلانه بوزيشن قوي مش هتقبض فلوس كويسه. ده في الامارات بتلاقي ناس شغاله في مطاعم بتاخد بال1000.5 درهم وبال1200 درهم وارقام وحشه جدا. هنا بقى الميزه في انجلترا ان حرفيا لو انت شغال عامل نظافه او شغال اقل بوزيشن، لا بتاخد راتب كويس اللي هو المينيمم ويج، زيك زي المواطن الانجليزي بالظبط. فدي حاجه تحسب لانجلترا لاي حد مغترب. فدي حاجه لازم برضو اقولها. يعني مش كلها برضو الامارات احلى من انجلترا في كل حاجه، لا، في كده وفي كده. بس برضو عند كلامي، الامارات من اكتر البلاد اللي فعلا لو واحد طموح
وعايز يعمل حاجه هيقدر يعمل في الامارات حاجه قويه جدا جدا جدا. يلا خلينا نطلع بقى من النقطه دي ونتكلم في حاجه تانية. الغربه وحلم الهجره للشباب كلها بقى اللي عندنا في مصر. كله بيحلم ان اللي هو يتغرب بقى ويروح اوروبا. ده حلم عند الشباب كلها. بصراحه هبقى صريح معاكم، ده عمره ما كان الحلم بتاعي. بس خليني بقى اقول لكم الواقع المرير اللي انتم مش هتشوفوه، مش هتلاقي حد يتكلم بصراحه عنه. انا دلوقتي حالا بقالي 20 يوم هنا، صح؟ طيب الموضوع مش سهل زي ما انتم متخيلين، والله الموضوع في الغربه مش سهل ما انتم متخيلين. الشغل مش بسرعه زي ما انتم متخيلين. الحياه الوحدانيه شويه، البرود بيبقى موجود هنا جدا، مش زي بلادنا خالص. الاهل والصحاب واللمه مفيش الكلام ده هنا خالص، انت هنا لوحدك تماما. فدي حاجه محدش هيقولها لكم كتير، بس صدقوني لو انت مش قوي منتلي، عقليا عقليتك مش قويه كفايه، لو جيت واتغربت في اوروبا هتتبهدل ومش هتنجح زي ما انت متوقع. بالعكس، لو الحياه في مصر انت فاكرها صعبه، هنا اصعب بكتير، ولازم تبقى مهيئ لها، لازم تبقى مهيئ لها جدا. فانا مثلا بالنسبه لي فتره الغربه اللي انا اتغربتها في الامارات هي اهلتني ان انا ابقى هنا اتعامل، وان انا ابقى هنا مؤهل عقليا. لكن برضو خلينا حقانيين، الموضوع بقى في مصر صعب جدا، وانا عارف ده كويس. ولولا كده اصلا ما كناش اتغربنا، ولا انا رحت الامارات. يعني انا سبب بروح للامارات كان فعلا الغربه، وان انا اعمل مستقبل والكلام ده كله. جيت هنا لانجلترا ما كانش كده، لان انا اوريدي حققت ده في الامارات. انا اوريدي حققت العيشه المستقره الناجحه في الامارات. انا كان جيتي هنا كانت للعيله، فالموضوع مختلف شويه. بس فعلا في مصر الحياه صعبه، وفرصتك للنجاح في مصر اضعف بكتير من فرصتك للنجاح في اوروبا. فانا معاكم في دي. لكن الشباب اللي بتيجي بمراكب وبحر والكلام ده وهجره غير شرعيه، لا طبعا الموضوع سهل، وتقدر تيجي هنا وتقدر تيجي اوروبا بطرق شرعيه، وتبقى مسافر مش راكب في مركب وتعرض حياتك للخطر. هبقى اعمل لكم حلقه هتكلم فيها عن ازاي اصلا تيجي اوروبا وبسهوله وبطريقه شرعيه، بعيد عن الهجره غير شرعيه والمراكب والكلام اللي ملوش لازمه ده، واللي انت فعلا بتودي نفسك في التهلكه. يعني مثلا انا قبل ما اجي انجلترا وقبل ما اروح الامارات، انا اول سفريه ليا في حياتي، والله ما تصدقوها، اول سفريه ليا في حياتي من مصر بباسبور ابيض ما كانش عليه اي حاجه، كانت اسبانيا. للي فيكم تابعني هيبقى عارف دي. انا اول سفريه سافرها كانت اسبانيا. من مصر طلعت بباسبور ابيض ما كانش عليه اي تاشيرات، على طول على اسبانيا، وبعدها الامارات. وانا في الامارات طلعت ايطاليا، وطلعت اسبانيا، وطلعت المانيا وسويسرا وفرنسا. فانا لفيت لفه حلوه كده. فالموضوع مش صعب، بس محتاج دماغ شغاله ان انت تعرف تسافر اوروبا وتسافر الكلام ده. الموضوع مش صعب وسهل، وتقدر تحققه شرعي، مش هجره غير شرعيه، بس محتاجه دماغ شغاله وتعرف ازاي تعملها بالظبط، ومحتاجه صبر ومجهود. وهقول لكم عن الكلام ده كله بس في فيديوهات تانية. فالمهم خلينا نكمل. انا هنا كده في انجلترا بقالي 20 يوم بالظبط. لسه الدنيا ما ظبطتش معايا قوي. زي ما قلت لكم انا جاي اصلا في وقت صعب. احنا حاليا يوم 17/1، فانا كنت جاي في فتره الكريسماس والنيو يير وكده، فكانت كل حاجه هنا عطلانه. هنا الاجازه بتبقى اجازه بجد، كل حاجه بتبقى عطلانه تماما. فلسه طبعا بنزل جيم وبتمرن. زي ما قلت لكم انا لاعب محترف فيزيك، فده حلمي وبرده مش هستغنى عنه، يعني لان دي سعادتي ان انا ابقى واقف على مسرح واشارك بطولات وكده. فاكيد هوصل لها، وان شاء الله كمان هنوصل لاولمبيا. وده كان حلمي واللي انا شغال عليه لسه. لكن لازم برضو تبقى واقعي. يعني انا لازم ابقى واقعي، دايما بقول لنفسي كده، انا جاي بلد ببدا فيها من الصفر، محدش يعرفني لسه. فمش عيب لو الموجه عاليه عم معاها، ما تعافرش. ببدا حرفيا من الصفر عادي، مش عيب اشتغل شغلانات بسيطه
انها تجيب لي لقمه عيش اعرف اصرف بيها على نفسي وعلى بيتي لحد ما الامور تظبط، ولما الظروف تتهيأ ان انا اقدر ابدا احقق حلمي هبدا اعمل كده. فالموضوع مش عيب ولازم تتاقلم مع الظروف. هبقى اكلمكم طبعا في الفيديوهات الجايه عن الكلام ده كله وايه الحاجات اللي بمر بيها. فانا مش ندمان، الهجره مش حلم، ولو انت كنت جاي وعامل حسابك ان الهجره دي حلم فهتتعب وهتتعب قوي. انما لو انت عارف ان هي الهجره مشوار ورحله هتمشيها بحلوها وبمرها وهتستحمل، فهتستمتع وهتنجح باذن الله. ففي السلسله دي يا شباب، لو انت في دماغك ان انت عايز تسافر او تهاجر وتشوف الحقيقه كامله بدون فلتره وبدون كذب وتزييف، عايزك تشترك في القناه، وان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي هيبقى اول 5 صعوبات واجهتني في انجلترا. زي ما قلت لكم سلسلتنا هيبقى اسمها من الصفر في انجلترا، حرفيا كل حاجه بمر بيها هشاركها معاكم لحد ان شاء الله ما نوصل لحلمنا وننجح في انجلترا باذن الله. فعايزكم يا شباب تشتركوا، ادعموني، اكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزين نتكلم عليها في الفتره الجايه وهتكلم عنها. زي ما قلت لكم الفيديو الجاي هيبقى عن ايه، وهنعمل فيديوهات كتيره ان شاء الله برضو مقارنه ما بين الامارات وهنا، وهنعمل فيديوهات اللي هو لو انت عايز تهاجر او تسافر ايه الطرق اللي المفروض تسلكها وتعملها عشان تسافر هجره شرعيه، ما يبقاش هجره غير شرعيه، وبامان وتحافظ على نفسك. ان شاء الله هشارككم كل حاجه باللي انا قلت لكم عليه ده. كان معاكم احمد سليم يا شباب، انتظروني بقى في الفيديو الجاي، ما تنسوش الاشتراك. سلام.